اللاعب اللي هوريهولك ده بياخد اعلى من امام عاشور في الاهلي وزيزو في الزمالك. لاعب عقده السنوي 600,000 دولار، في حين ان امام عاشور جاي الاهلي ب 3.5 مليون دولار، وزيزو في الزمالك وصلت ارقامه ل 40 و60 مليون جنيه في السنه. واللاعب اللي هنتكلم عليه النهارده هو اسامه الادريسي، لاعب منتخب المغرب وباتشوكا المكسيكي، واللي اعتقد ان الناس كلها شافت مهارته ولمسته في ماتش الاهلي. ولكن قبل ما اوريك لمساته مع الاهلي تعالى اوريك الجون اللي جابه في الماتش اللي قبل. انا عاوزك تتفرج على لعيب كبير بمواصفات عالميه وبياخد راتب اقل من لعيبه كتير في الدوري المصري. انا عايزك تشوف مهاره وذكاء اسامه الادريسي في الجون ده، وبالنسبه لي ده واحد من اجمل الاهداف في البطوله. ده بعيدا طبعا على انه كان بيلاعب فريق الاهلي كله لوحده في ماتش امبارح، ولكن انا عاوزك تتخيل معايا ان اللاعب ده بياخد اقل من لعيبه كتير بتلعب في الدوري المصري. انا مش قادر اتخطى الموقف اللي عمله تركي آل الشيخ في الدوري المصري بارتفاع عقود اللاعبين من بعد صلاح محسن. لك ان تتخيل بقى ان اسامه الادريسي ده واخد الدوري الهولندي مرتين، واخد جايزه افضل لاعب مهاري، واخد جايزه افضل لاعب ممرر، واخد افضل لاعب في الموسم 2016